الناس اللي بتحب الكحك الناعم اللي على البارد اللي مش بيعمل حموضة، تعالوا اعملوا الطريقة دي حلوة قوي. دي الطريقة المعتمدة بتاعتنا. لينا 15 سنة بنعملها. ده شكل ورقة شجر، هتشوفوا الشغل قدام شوية، بس انا هقول لكم على الحاجات اللي بنتكلم عليها. يعني الكحك اللي على الساخن اللي هم بيغلوا له السمنة او بيقدحوا له السمنة، ده بيدمر المعدة، بيعمل حموضة بطريقة فظيعة. في ناس بتتخانق معايا وبتدخل في جدال معايا، لا ازاي ده كحك حلو، ده كنا بنعمله من زمان. ما احنا بنعمله من زمان، حقيقة من ايام جدتي وماما بتعمله، بس احنا بطلنا. حتى ماما نفسها ست كبيرة في السن بطلت، لانه بيدمر المعدة، بيعمل كمية حموضة مع كوباية الشاي ما حصلتش. اللي جرب الكحك اللي على البارد مع الشاي او مع القهوة او مع النسكافيه عمره ما هيعمل لك حموضة. انا لما بنزل وصفة بنزلها بكل صدق وامانة، واللي بيحصل معايا بقوله لغيري. الكحك ده استحالة يعمل لك حموضة، من رابع المستحيلات. الطريقة دي حلوة قوي. الكحك ناعم جدا جدا جدا. اللي حابب يزود عن كده سمنة براحته، بس هو النص كيلو ما بياخدش اكتر من ربع كيلو سمنة بس. كده ان كان خلاص استوى، خرج من الفرن. هرش عليه سكر بودرة بس بعد ما يبرد يعني. ممكن بعد 5 6 ساعات ترش عليه سكر بودرة. بعد كده بقى ايه، قدميه. في ناس بتحب تاكله كده على فكرة من غير سكر، يعني انا ممكن اكله من غير سكر، ما عنديش اي مشكلة، لان انا متعودة، عودت جسمي على قلة السكر، على الحاجة اللي بدون سكر عادي خالص. هنشوف الطريقة ان شاء الله قدام. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، اختاروا الكل علشان يوصل لكم كل جديد. في معلومة حابة اقولها قبل ما ندخل في التفاصيل. شاي الماتشا بيسيح الدهون للناس المليانة. الناس اللي وزنها معدي 100 وعايزة تخس، اشربي شاي الماتشا، هيجيب نتيجة معاكي. الشاي الاخضر هيجيب معاكي نتيجة ببطء. هيجيب نتيجة مع مين؟ مع الناس اللي هي وزنها 80 و75 و70 وفي الستينات زي حالاتنا كده. لكن الناس اللي مليانه قوي، اللي المية واللي معديه المية، لا اشربوا ماتشا. الماتشا فعلا هيجيب معاكي نتيجه وهيسيح الدهون معاكي. بلس الرياضه، لازم تعملي رياضه. مش هتعملي رياضه مش هتخسي. اتمشي في الشارع، اتمشي في البيت، لازم تعملي رياضه. مش هقولك روحي جيم، لا اعملي رياضه في البيت بس. لكن اللي حابب يمشي على الشاي الاخضر زي ما انا بعمل، انا ماشيه على الشاي الاخضر الحمد لله، مظبطه وزني. شاي اخضر مع الجنزبيل زي ما بقول، شاي اخضر مع الليمون، شاي اخضر مع المراميه. المراميه كده كده لوحدها بتخسس اصلا. بس اللي انا بعمله يعني بقول لكم عليه. بصوا انا هعمل بس نص كيلو دقيق. النص كيلو دقيق يعني 3 كوبايات ونص من الاكواب المعياريه. الاكواب المعياريه دي 250 مللي، فانا هحط 3 كوبايات ونص. لو انت ما عندكيش ممكن توزنيه، لكن هو 3 ونص فيها. فاحنا هنحط كده 3 كوبايات ونص، وهنحط معلقه سمسم. انا بحط السمسم مش محمص ومش ني، يعني بقلبه على البوتاجاز يبقى لونه ذهبي. المحمص ما بحبوش، بيعمل حموضه بصراحه. الني حلو، بس انا كنت حمصت اللي عندي تحميص خفيف، كنت هعمل بيه جرانولا فحمصته خفيف. كده خلاص احنا حطينا الدقيق. هنحط السكر، هنحط ذره ملح، هنحط كمان في ريحة كحك او محلب، هنحط نص معلقة صغيرة بس مش اكتر من كده. السكر البودرة انا مش بزود كتير، انا بحط بس معلقتين سكر بودرة. انتوا حابين تزودوا اكتر من كده يبقى السكر فيه واضح براحتكم، بس ما انصحكوش ليه. انت كده كده هترش عليه سكر، يعني انت حاطه في قلبه سكر وهترش سكر، لا كده كتير. يعني خافوا على جسمكم شوية. كده خلاص احنا نزلنا بالدقيق والسمسم والسكر البودرة، وهننزل كمان دلوقتي بمعلقتين حليب بودر. الحليب البودر بيخلي طعمه حلو قوي، لان احنا هنلم العجين بالميه مش بالحليب. لو انت لميت العجين بالحليب، الحليب اللي هو الطازه، بتلاقي يعني بعدين بعد لما الكحك تسويه وتغطيه في العلبه بيبقى فيه ريحه مش حلوه، مش مستحبه. احنا بصراحه ربنا ما بنحبوش كده. عملناه قبل كده، لا لما بتضيفي الحليب البودر وبتعجنيه بالميه بعدين افضل، مش بيبقى فيه ريحه. بلس الحليب البودر بيديكي طعم حلو للكحك نفسه. فاعملوا الطريقه دي جميله جدا بصراحه. احنا مش بنغيرها، مش بنعجن بحليب، احنا بنعجن بميه. حلو قوي قوي قوي. كده خلاص احنا خلطنا الحاجات دي مع بعض وحطينا ذره ملح. هنجيب ربع كيلو سمنه او زبده براحتكم. انا خلطت على فكره الزبده مع الزيت. بصوا انا عملت ايه. منتشر على اليوتيوب اللي هم بيسيحوا الزبده مع كوبايه الحليب مع ما اعرفش القشطه مع ما اعرفش الزيت. لا لا لا، انا ما بعملش كده ومش هنزل انا طرق زي كده. انا هقول لكم اللي عملته في بيتي، مش هسجله ومش هنزله. انا جبت نص كيلو زبده، حطيت قصاده كوبايتين زيت ذره وسيحته على البوتاجاز، وبعدين بريد حطيته برطمان ازاز وشلته في التلاجة بس. وبستعمل منه ريحته تحفه، هو ريحته زبده اصلا. الزبده الكيلو ب 165 جنيه علشان تبقوا عارفين.
كده خلاص احنا نزلنا السمنه او الزبده بتاعتنا ايا كانت بقى. هنبسهم كلهم مع بعض. انا بسيتهم خلاص كده اهو. بعد ما اتبسوا بقوا بالنتيجه دي علشان نقصر وقت الفيديو. بعد ما بسيتهم بقى بجيب نص كوبايه ميه دافيه وحطيت فيها معلقه صغيره خميره، تمام، خميره فوريه. خلاص هلم العجينه دلوقتي وهوريها لكم بعد ما اتلمت. الدقيق ده حمزه اخوان كل دقيق ليختلف في السوائل، يعني ممكن انت تجيبي دقيق تاني ياخد اكتر من النص كوبايه. فانا حمزه اخوان اخد معايا نص كوبايه بالظبط، ما خدش اكتر من كده، علشان تعرفي انت ماشيه صح والعجينه بتاعتك صح وكميه السمنه اللي حطيتيها صح. بعد ما تخلصي عجين بتلفيها في بطن ايدك كده وبعدين بتبططيها. لو لقيتيها ما اتشقتش من الجناب كده انت ماشيه صح وتمام تمام. على فكره لو عايزين تقللوا السمسم از يو لايك براحتكم قللوه. هنيجي دلوقتي لطريقة التشكيل. هنعمل ازاي؟ انت بتقطعيه كور صغيرة وبعدين بتعمليها بتكبسيها بين ايديكي كده، احنا بنعملها كده على طول من زمان. وبعدين بتبططيها بقى، ما تخليهاش مبططة قوي يعني خليها عالية شوية، وبعدين بننقشها. النقشة دي بيعملوها السوريين، انا شفتها من سنين يمكن من 7 8 سنين بيعملوها نقشة الوردة. هم كمان بيعملوها اجمل من كده بصراحة، بس انا زي ما طلعت معايا بس حلوة بعد التسوية شكلها حلو. هم بيعملوها كان اكبر من كده، انا عاملاها صغيرة بس شكلها جميل بصراحة وعجبني. والاشكال العادية التقليدية دي بتاعتنا بننقشها من النص كده، وبناخد بقى من على الجناب كده بالورب بننقش. تعالوا شوفوا دي بقى اسمها كحك النقاش، دي بيعملوها المغاربة والجزائريين. بتعمليها صباع على ايدك وبعدين بتتنيها زي الهلال كده وبتنقشيها، يا اما بتعمليها سادة او تحشيها ملبن او تحشيها عجوة اللي هو التمر. حلو قوي شكلها بعد التسوية، بس انا عملت واحدة بس للاسف يعني. بعدين لما اعمل تاني ان شاء الله هعملها. ممكن تعملي كله ورقة شجر، ممكن تعملي كله نقشة واحدة براحتك زي ما انت حابة، بس انا حبيت اعمل كذا نقشة بحيث كل واحد يعمل اللي هو عايزه. لو عايزه تعمليها بالبصامه اعمليها بالبصامه، يعني حابه تعمليها على ايدك اوكي، حابه تبصميها وهي في الصاج برضو براحتك، وكل حاجه متاحه في ايديكم يا جماعه. ممكن مثلا تكوريها واعمليها بالبصامه وهي في الصاج كده، بس كلها حاجات سهله، يا اما على بطن ايدك يا اما في الصاج. هنعمل واحده ورقه شجر. ورقه الشجر اعمليها في ايدك بيضاوي وبعدين رفعيها من بره من الاطراف، من الناحيه الشمال ومن الناحيه اليمين قدام، يعني من هنا ومن هنا، وبعدين انقشيها من النص كده بالطول وبعدين خديها بالورب. سهله قوي 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 وشكلها جميل. حابه تخليها قصيره عن كده براحتك، شيء يرجع لك، لكن هي شكلها بطولها ده متناسبه مع بعضها، الرسمه مع الطول مع العرض حلو. انا في حاجات طلعت اصغر وحاجات طلعت نفس المقاس يعني بالنظر، يعني انا مش بوزن. الدقيق اللي حابب يوزن يوزن. انت بتبقي واقفه في المطبخ مثلا ابنك قال لك او بنتك عايزه كحكه يا ماما، فخلاص انت هتروحي تعمليه، فمش هتستني بقى تجيبي الميزان وتوزني بقى لا لا، وفين الوقت اللي هتقعدي تعملي كده؟ ما فيش الكلام ده. هنا بنقعد نعملها بالشكل ده. يعني حاولي تظبطيها على قد ما تقدري كده بايدك. وبرده هننقش واحده تاني لان الشكل ده جديد محدش عمله قبل كده، بس المغاربه والجزائريين بيعملوه. فانتي اهو عملناها من النص وبعدين خديها من الجنبين، حلوه جدا جدا. زمان احنا كنا بنعمل شكل بيضاوي، يعني جدتي الله يرحمها كانت بتعمل شكل بيضاوي، بيضاوي كده وتنقشه عادي. بس ورقه الشجر دي والهلال لا، ما كناش بنعملها حقيقه، كنا بنعمل النقشات الاشكال العاديه. ممكن تعمليها على فكره هي اللي زي البصامه. المكبس انا كنت عامله بيه المعمول قبل كده، برضو بيطلع اشكال حلوه لانه في قطعات كتير، بس اعتقد مع ده علشان في خميره معرفش اخاف الرسمه تضيع، فانا مش هقدر اقول لكم انكم تستعملوه، لان هو ما ينفعش حتى تحط بيكنج باودر. لو حطيت باودر ساعات بيضيع الرسمه، لان المعمول مش بنحط له اي حاجه ولا باودر ولا خميره ولا اي حاجه، المعمول الاصلي مش بيتحط له حاجه. كده برضو ادينا نقشنا دي. كل ما الحراره بتاعه الفرن تبقى هاديه كل ما تاخدي تسويه كحك حلو قوي. ماما بتسوي كده، يعني تخلي الفرن هادي جدا وتسويه علشان تاخد القعر بتاعه ذهبي. وشه حابه تحمريه حمريه، هي ما بتحبش تحمره بس انا بحب ادي الوش لون يعني ذهبي كده شويه. هو الاكل اذواق، فكل واحد يسويه براحته بقى، لكن هو خلي الفرن الاول على 180 سخنيها وبعدين قلليها خليها على 160 وحط الكحك. ممكن ياخد معاكي ربع ساعه تلت ساعه حسب الفرن بتاعتك. بصي عليها اول ما تلاقيه من تحت بقى ذهبي، حابه مثلا انت تديله وش من فوق تمام، حابه تخليه زي ما هو مستوي كده بيبقى ذهبي فاتح براحتك زي ما انت حابه. ده كله ده يرجع لكم انتوا بصراحه.
خلصت الوصفه معانا، وبكده نكون خلصنا وصفتنا النهارده. اعملوه حلو قوي، هيعجبكم مع الشاي مع القهوه، ولادكم هينبهروا بيه، هيقولوا لكم اعملوا لنا على طول. حابه تعمليه نص زبده ونص زيت اعملي. المغاربه في ناس كتير بتعمله هم وجزائريين على فكره بنص زبده وزيت، نص سمنه وزيت، يعني ما ترتبطيش اللي هو بالسمنه بس زي ما عندنا هنا بيعملوا. لا لا، سيبك من الكلام ده، اعملي نصه كده ونصه كده، والله العظيم بيطلع طعمه بيرفكت. الزيت بيديله هشاشه كده حلوه حلوه حلوه. اعملوا زي ما انا بقول لكم، هيطلع تحفه. طب ما انا حاطه زيت، ما انا مسيحه الزبده حاطه لها زيت يا جماعه، فطعمه جميل جدا بصراحه. بس كده، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب.